هنعمل النهارده فطاير هشه وقطنيه حلوه قوي بطريقه تشكيل جديده ومختلفه تماما. جربتوها تعتمدوها. 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، ربع كوبايه من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه ونص صغيره من الخميره، واختياري ممكن نحط معلقه كبيره مليانه من اللبن البودره ونقلب. هنحط بيضايه في درجه حراره الغرفه، كوبايه ناقص معلقتين كبار من الحليب الدافي، ونقلب بقى ونبتدي نعجن العجينه بتاعتنا دهيت لحد لما العجينه تنعم معانا ويبقى شكلها ناعم كده. نحط عليها معلقتين كبار من الزبده الطريه اما تمتص الزبده، ونمسك قطعه نشدها كده ما تقطعش ولا تعمل شباك معانا، تخمر في مكان دافي. ناخدها بقى ونشكلها على شكل اسطوانه، نقطعها ل 15 قطعه ونكورها ونسيبها على جنب على ما نبتدي نفرد فيهم واحده واحده. نفردها على شكل مستطيل كده زي ما انتم شايفين، ونحشي جزء كده وبعد كده نقفلها زي القطايف، وزي ما انتم شايفين بسكينه او بسكريبر او باي حاجه نقطعها على شكل الصوف كده، وبعدها ونسيبها على خاطر تخمر الخمره الثانيه لمده نص ساعه. بعد كده بنديها دهنه حليب وندخلها فرن سخن على درجه حراره 180 بس كده. دي بقى في حته تانية خالص، شكل وطعم وريحه. جربوها ولي رأيكم.